أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ضيف وحدث. ضيفي اليوم يلتحق بنا عبر الأقمار الاصطناعية من نواكشوط، إنه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق في شرطة البوليزاريو، والذي اعتقل العام الماضي لعدة أسابيع عندما أعلن اقتناعه بطرح الحكم الذاتي للمناطق الصحراوية، وهي مبادرة المغربية. مصطفى سلمى ولد سيدي مولود معنا إذن الآن مباشرة من نواكشوط. أهلا بك وشكرا لقبولك دعوتنا. أهلا وسهلا أخت عزيزة، شكرا لك وشكرا للجمهور الكريم. مصطفى، قبل أن نواصل حوارنا أدعوك ومشاهدينا إلى متابعة التقرير التالي ونعود لنبدأ إذن أسئلتنا وأجوبتك. لعل قصة اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ستبقى قضية مثيرة للجدل تتحكم فيها تطورات الأحداث على جبهة الصحراء الغربية. فالرجل كان قبل وقت قصير المفتش العام في شرطة البوليساريو بين عامي 2008 و2010. قبل نحو عام وتحديدا في شهر آب أغسطس عام 2010 قام بعقد مؤتمر صحفي في مدينة سمارة جنوب المغرب، وأعلن عن اقتناعه بفكرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، مقتربا بذلك من وجهة النظر المغربية لهذا الصراع. في طريق عودته من المؤتمر إلى مخيمات تندوف حيث يعيش هناك مع عائلته، تم توقيفه من قبل البوليساريو بذريعة التجند لخدمة العدو، كونه أعلن دعمه لفكرة الحكم الذاتي ناهيك عن تهم أخرى. اعتقل لمدة 71 يوما متنقلا في الصحراء، مما أدى إلى إعلان حملة تضامنية لدعمه وللمطالبة بالإفراج عنه والدفاع عن حقه في التعبير. في النهاية نفي إلى موريتانيا حيث يعتصم أمام مقر المفوضية العليا للاجئين، وهو يطالب بحل مشكلته وإنهاء إبعاده القسري ومساعدته للعودة إلى مخيمات تندوف حيث تعيش زوجته وأولاده. مصطفى سلمى، حدثنا قليلا عن حياتك في مخيمات تندوف قبل توقيفك العام الماضي، وما كنت تقوم به من مهام كمفتش عام للشرطة حتى احتجازك عام 2010. إذن الأخت عزيزة، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لما أنهى دراسته في سنة 1990 خضع لفترة تدريب في مجال الأمن في الشرطة، تخصص الشرطة بالخصوص في الجزائر، ومنذ 91 وهو يزاول مهامه، تقلد عدة مهام في مخيمات، منها مدير أمن جهوي لمخيم الداخلة ومخيم العيون، ثم المدير الوطني للشرطة القضائية، ثم مدير التحقيقات والأمن العمومي، ثم الأمين العام للشرطة، وأخيرا المفتش العام للشرطة. نعم، لكن ما هي مهام المفتش العام لشرطة البوليزاريو؟ مهام المفتش العام لشرطة البوليزاريو هذا مهام تقنية يعني بمراقبة عمل جهاز الشرطة الصحراوي. نعم. شهدت الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مؤخرا مواجهات بين المغرب، الجزائر وجبهة البوليزاريو حول وضعية الصحراويين في مخيمات تندوف. أنت تعرف هذه المخيمات كونك كنت تعيش فيها، بالإضافة إلى مهامك كمسؤول عن الشرطة. كيف هي الحياة داخلها من وجهة نظرك؟ أولا، الإنسان في المخيمات بين نارين أو بين توصيفين. جبهة البوليزاريو تسمي ساكن المخيمات بمواطن صحراوي في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يحمل بطاقة هوية صادرة عن هذه السلطة اللي هي سلطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والبوليزاريو تعتبر الجمهورية الصحراوية دولة معترف بها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي هذا الشخص الموجود في المخيمات هو مواطن صحراوي. لدى المجتمع الدولي الإنسان في المخيمات هو لاجئ، وبالتالي لا وجود للمنظمات الدولية والجمهورية الصحراوية لا يعترف بها المجتمع الدولي، إذن لا وجود للتمثيل للمنظمات الدولية داخل المخيمات، خاصة المنظمة المسؤولة عن اللاجئين اللي هي منظمة غوث اللاجئين. وبالمناسبة في هذا الشهر فقط، منذ شهر تقريبا، هناك شبان معتصمون أمام مقر المفوضية في المخيمات في الرابوني حيث تتواجد البوليزاريو يطالبون بوثائق تثبت أنهم لاجئين. مفوضية غوث اللاجئين ترفض تسليم هذه البطاقات وتقول لهم اذهبوا إلى الهلال الأحمر الصحراوي، أي أن حتى المفوضية نفسها تعترف أن الهلال الأحمر الصحراوي هو سلطة تمثل الصحراويين، أي أنها ربما تعترف بالجمهورية الصحراوية، وهذا لم يقر المجتمع الدولي لحد الساعة. نعم. إلا أن هذا الإنسان الصحراوي الجمهورية لا توفر له كل الحقوق التي يتطلبها، لأنها جمهورية موجودة في أرض أجنبية،
ومنظمة قوات اللاجئين تحول هذه الجمهورية وسلطات هذه الجمهورية بين هذا الإنسان وحقوقه الطبيعية. هذا يأخذني إلى التصريحات التي أدت إلى اعتقالك إذن العام الماضي. ما الذي جعلك تقوم أو تلقي هذه التصريحات؟ أنت مسؤول رفيع في الأمن في جبهة البوليزاريو، وأعلنت آنذاك أنك مع طرح الحكم الذاتي. لماذا؟ ما الذي جعلك تقتنع بهذا الحكم الذاتي؟ الأخت عزيزة، نحن الصحراويون كلنا معنيون بحل نزاع الصحراء، بحل قضية الصحراء، بحكم أننا صحراويون. هذا الشيء مثبت لدى العالم ومثبت ليس لدينا شك في أنفسنا. نحن مسجلون في إحصائيات الأمم المتحدة وفي الإحصاء الإسباني ومعنيون بتقرير مصير الصحراء. قضية الصحراء منذ 21 سنة، منذ 20 سنة في مفاوضات مطروحة أمام مجلس الأمن. هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. هناك حلين البوليزاريو تقترح: حل الاستفتاء الذي يفضي إلى استشارة الصحراويين حول قبول أحد الخيارات الثلاثة. المغرب يقترح أحد هذه الخيارات اللي هو خيار الحكم الذاتي، انطلاقا من الوضع الإقليمي اللي فيه الصحراويين بين قطبين الجزائر والمغرب والوضع الدولي. أنا أرى أن من المستحيل أن الجزائر تتفوق على المغرب ولا المغرب ستتفوق على الجزائر، وبالتالي ستصبح وضعية الصحراويين وضعية معلقة. وبالتالي نحن نحاول أن نذهب إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف من أجل إنهاء معاناة الصحراويين، لأنهم هم المتضررين بالدرجة الأولى. وبالنسبة لك هذا الحل الوسط إذن هو هذا الحكم الذاتي؟ أقرب الحلول هو حكم ذاتي متوافق عليه يراعي مصلحة الجميع، مصلحة الصحراويين ومصلحة المغرب ومصلحة الجزائر ومصلحة موريتانيا. هذا في إطار اتفاق دولي تجتمع كل هذه الأطراف تنظر ما هي المصلحة الممكنة اللي تحل مشكل المنطقة بشكل عام وتنهي هذا النزاع، وإن شاء الله تفتح آفاق جديدة لمنطقتنا المغاربية إن شاء الله. دعنا نعود إلى حياة مصطفى سلمى ونعود إلى عملية اعتقالك. كيف تمت وكيف عشت أكثر من 71 يوما رهن الاعتقال؟ الحقيقة أنا تم توقيفي في الخلاء في منطقة نائية في حوالي على الحدود الصحراوية الموريتانية في اتجاه بلدة مهيريز الصحراوية، حيث مسقط رأسي تم استيقافي من طرف مجموعة عسكرية قوة وأنت عسكرية تعود من سمارة، وأنت تعود من سمارة حيث قمت بعقد هذا المؤتمر الصحفي. نعم، وأنا عائد من السمارة حيث يسكن والدي، عائد عبر الأراضي الموريتانية إلى حيث كانت تسكن والدتي في منطقة مهيريز. في الطريق تم استيقافي ليلا وتم اقتيادي إلى مكان مجهول، واستمر ذلك المجهول إلى غاية تسليمي للمفوض قوات اللاجئين على الحدود الموريتانية قرب مدينة الزوالات الموريتانية. كيف تمت معاملتك في هذه الأماكن المجهولة؟ لأنك قلت أنه تم تنقلك من مكان إلى مكان. كيف كانت المعاملة معك، وما الذي كان من اعتقلك يقوله لك خلال هذه المدة التي يعني دامت 71 يوما؟ أنا الذين أوقفوني هم عساكر، يعني هم جنود لا علاقة لهم بتنفيذ القوانين. هؤلاء الجنود ليست لهم صلاحيات في التعامل معي. ثم بعد ذلك جاء أفراد من الأمن العسكري وبدأوا بالاستنطاقات. كل هذه الأمور تمت في الخلاء. كنا نسكن بين الأشجار وفي الجبال مدة هذه 71 يوم. كانت ظروف طبعا سيئة تحت الضغط الشديد. كنت ممنوع من جميع الاتصالات بالخارج، حتى عائلتي كان ممنوع عليها الاتصال معي. ولم أكن أعرف بالتحديد أين أوجد، لأننا كنا كما قلت لك كنا نتنقل في هذه 71 يوم، تنقلنا مدة فترة تقريبا 20 مرة. نعم. وكان ظروف سيئة، يعني ليس فيها جيد، لأن بناية واحدة. أختي ليس هناك أسوأ من التعذيب النفسي ومن وجود الإنسان مدة 71 يوم لم يرى أي بناية موجود في الخلاء. في أحد المرات في إحدى الليالي تعرضت للسعة عقرب في أحد الوديان حيث كنا نسكن. لما تعرض للعلاج كنا نتعرض للمهاجمة من طرف الثعابين في مرات عدة، يعني كنا في ظروف سيئة تماما. لماذا تم تسليمك بعد نهاية هذا التنقل في العديد من المناطق الصحراوية؟ لماذا تم تسليمك لمفوضية اللاجئين في موريتانيا، علما أن الإفراج عنك جاء استجابة لطلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؟ هذا ما أعلنت عنه حتى جبهة البوليزاريو. أختي أنا اسمحي سأقرأ عليك رسالة بعثها محمد عبد العزيز في سنة يعني في يوم 9 أكتوبر 2009. نعم. بخصوص لما اعتقل المغرب شبان صحراويين، مجموعة أطلق عليهم ما بعد مجموعة التامك، مجموعة النشطاء الصحراويين 7.
اعتقلهم المغرب بعد زيارتهم للمخيمات. هذه الرسالة يقول فيها محمد بن العزيز: لقد قام هؤلاء المواطنون بزيارة عادية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وإلى المناطق الصحراوية المحررة التي تتواجد عليها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء، وقاموا بصلة الرحم واللقاء مع عائلاتهم وأهاليهم. وقبل عودتهم بيوم واحد أطلقت الحكومة المغربية حملة إعلامية شعواء ضد هؤلاء المواطنين من خلال بيانات تحريضية وعبارات الوعيد والتهديد وسيم التهم الجاهزة ومحاولة تحويل عملية تنقل عادي وطبيعي إلى عمل إجرامي. نعم. يقول محمد في نهاية الرسالة: فهذا انتهاك لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، لأنها مصادرة لحق الإنسان في التنقل والتعبير، كما أنها تتناقض تناقضا كاملا مع مساعي الأمم المتحدة لتعزيز إجراءات الثقة بين طرفي النزاع، والتي تتضمن توسيع برنامج تبادل الزيارات بين العائلات في الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين المستمر منذ رغم أنه هذا ما حدث معك بالضبط من طرف جبهة البوليزاريو، هذا ما تقصد؟ المغرب أفرج عن هؤلاء الشبان في أبريل الماضي. في شهر أبريل الماضي أفرج عن هؤلاء الشبان ولم يبعدهم. نعم، وأنت تم الإفراج عنك لكن تم إبعادك إلى موريتانيا. وأعود إلى سؤالي: لماذا الإبعاد إلى موريتانيا؟ أنا حبذا لو التقيت اليوم مع أحد مسؤولي البوليزاريو الذين اتخذوا هذا القرار، لأني أنا لما أنت صحفية أظن أنك تعرفي هذه الجريدة اسمها جريدة الشروق الجزائرية. نعم. في الشروق الجزائرية، هذا عدد صادر يوم 27 سبتمبر 2010، يعني بعد 6 أيام من توقيفي. وزير الأراضي الصحراوية المحتلة الخليل سيدي محمد يقول في تصريحه: أدعو وسائل الإعلام الدولية لحضور محاكمة الشرطي الخائن في الأراضي المحررة. نعم. أنا أسائل هذا الوزير وأسائل سلطة البوليزاريو لماذا لم يلتزموا بهذا الوعد الذي قطعه للرأي العام للصحفيين. نعم. لماذا مصطفى لم يحاكم إذا كان مجرما؟ أسائلهم: لماذا أبعد مصطفى إذا كان مواطنا صحراوي ويحمل بطاقة هوية صادرة عن الجمهورية الصحراوية؟ نعم. التي يرأسها محمد بن العزيز، وهذا الوزير الذي يدعو وسائل الإعلام لمحاكمته وزير في تلك الجمهورية. إذا أبعد مصطفى لماذا؟ هل لا ينتمي لهذه الجمهورية؟ هل هذه الجمهورية هي جمهورية كرتونية خيال للاستهلاك الخارجي لخداع الصحراويين، لاستمرار نظام البوليزاريو اللي اليوم أصبح هو أقدم نظام في العالم؟ نعم. بالمناسبة مصطفى، قمت بالعديد من الاعتصامات منذ أن عدت إلى موريتانيا ومنذ أن تم نفيك إلى موريتانيا أمام مقر المفوضية العليا للاجئين. ما هي مطالبك اليوم؟ وباختصار حتى ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، تفضل. مطلبي الوحيد هو أريد الاجتماع أنا وأبنائي. نعم. زوجتك وخمسة أبناء لك لازالوا في مخيمات تندوف، ومنهم أعتقد ابنة صغيرة لم تشهد أنت ولم تحضر حتى ولادتها، أليس كذلك؟ أكيد الأخت عزيزة. أنا اليوم بقي فقط 30 يوم أن أكمل سنة من النفي في موريتانيا، وقبلها 71 يوم من الاعتقال، ثم الأشهر التي أمضيتها في الرحلة. إذا أنا اليوم أكاد أقارب سنة و8 أشهر لم أرى أبنائي. نعم. هذا صعب على الأبناء لأنهم كلهم قصر، أبناء قصر وزوجة وحيدة لا يمكنها الحقيقة أنها تتحمل مسؤولية 5 أطفال في ظروف مثل الظروف اللي فيها المخيمات. نعم. مصطفى سلمى، سوف ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة، أسئلة المشاهدين. بما أنه لم يعد أمامنا الكثير من الوقت سوف أطلب منك أجوبة مختصرة. أمين الصناك من المغرب يسأل: ما هو الدور الذي تلعبه الجزائر في مساندة جبهة البوليزاريو على حد تعبيرك، وهل هناك دول أخرى على الخط؟ الجزائر هي الحاضن الرئيس لجبهة البوليزاريو، هي الداعم الرئيس لجبهة البوليزاريو، وهي من تقف من وراء الصحراوي، قضية الصحراوي تقريبا بشكل كبير. وهل هناك دول أخرى برأيك؟ لا، ليس مثل الدور الجزائري. نعم. خبرة إبراهيم من المغرب كذلك يسأل: هل فقدت جبهة البوليزاريو الممول الرئيسي لفكرتها الانفصالية بعد سقوط معمر القذافي؟ في الحقيقة علاقة البوليزاريو بالقذافي منذ 84 صابها الكثير من الفتور. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه البوليزاريو اليوم هي ماركة مسجلة لدى الجزائر. نعم، يعني العلاقة ليست نفسها مع ليبيا تقصد؟ لا، ليبيا أبعدت عن ملف الصحراوي من طرف الجزائر كي لا تقوى البوليزاريو. ربما الجزائر تخاف على أنفسها من قوة الدعم الليبي للبوليزاريو، ربما تنقلب البوليزاريو للجزائر، وبالتالي الجزائر ساهمت هي أنفسها
في سوء العلاقة ما بين البوليزاريو وليبيا. محمد السوسي من المغرب يسأل: ما هو دور عمر الحضرامي ومؤسسي البوليزاريو العائدين إلى المغرب في المفاوضات الحالية؟ المفاوضات الحالية هي مفاوضات ما بين الصحراويين والمغرب، وليست بين تنظيم والمغرب. هذا هو ما يقوله المجتمع الدولي، والبحث اليوم هو البحث عن حل الصحراويين، وبالتالي كل الصحراويون معنيون بهذه المفاوضات ومعنيون بتقرير مصيرهم، لكن بالنسبة لك وغيره. بالفعل، لكن أود أن نتوقف للحظات فقط عن دور العائدين من البوليزاريو إلى المغرب في هذه المفاوضات. هل يلعبون دورا مهما بالنسبة لك؟ الحقيقة يوجد في إحصائيات تحديد الهوية من يحق لهم المشاركة في تقرير مصير الصحراء، يوجد أزيد من 42 ألف صحراوي في المناطق اللي تحت سيادة المغرب. نعم. هؤلاء كلهم معنيون، ليسوا فقط العائدون من جبهة البوليزاريو. نعم. هناك النصف تقريبا نفس العدد المسجل في المخيمات هو نفسه المسجل في الأقاليم لدى المغرب. وكل هؤلاء معنيون بتقرير مصير الصحراء وبالمشاركة بالمفاوضات. باختصار وربما في جملة، حمزة مسلم يسأل من سوريا: ما هو الحل الأخير في نزاع الصحراء برأيك؟ الحل الأخير في نزاع الصحراء هو حل يتوافق عليه جميع الفرقاء، يرى فيه الصحراويون مصلحتهم والجزائر مصلحتها والمغرب مصلحته وموريتانيا مصلحته. وما هو هذا الحل برأيك؟ هذا الحل أقرب الحلول الحالية المطروحة هو حكم ذاتي متفاوض عليه يراعي مصلحة الجميع، حق يعني كل طرف يعطيه القليل، يعطيه نسبة مما تضمن له حقوقه، تضمن له مصالحه في المنطقة. مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق في شرطة البوليزاريو، شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لك على هذا الحوار. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف وحدث. ابقوا معنا على فرانس 24. إلى اللقاء.